بص كده يا باشا على الحركه دي، اكيد ملاحظ ان الخلفيه بتتحرك. طيب تعرف تعمل دي ودي؟ عشان تعرف تعملها ازاي وغيرها كتير، تابعنا في مراجعه النهارده لنهايتها عشان تقدر تستفيد بشكل كامل من المراجعه المهمه جدا 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 بتاعه النهارده. السلام عليكم على كل متابعينا في كل مكان، ولو اول مره بتشوفنا اشترك في القناه وفعل الجرس عشان تشوف كل مفيد زي مراجعتنا دي النهارده. اكيد ما ينفعش تكون بتستخدم موبايل من سامسونج جالاكسي ايا كان فئه متوسطه، اقل من المتوسطه، او حتى فلاج شيب، ومش بتستخدم التطبيق الخاص بشركه سامسونج واللي اسمه جود لوك. زي ما انتم شايفين التطبيق هنا موجود ومتاح دلوقتي في جميع الدول ودول الشرق الاوسط. تقدر تغير موبايلك حرفيا بنسبه 180 درجه، زي ما شفنا تقدر تغير ابسط حاجات زي ما انت شايف وتخليها حسب رغبتك وحسب الحاجات اللي تقدر تريحك في الاستخدام. تعالوا نشوف كده جود لوك ده جواه ايه. زي ما انتم شايفين هنا في 2 بارتيشن تحت، يونت وفاميلي. خلينا كده في اليونت. اول حاجه اللوك ستار، زي ما انتم شايفين من اسمها لوك يعني قفل، يعني انت بتقدر تخصص وتتحكم في الشاشه بتاعه القفل. اي حاجه يطلب منك بيرميشن اديله بيرميشن وانت مستريح، لان ده تطبيق من تطبيقات شركه سامسونج رسمي، يعني مفيش قلق منه على الموبايل بتاعك. زي ما انت شايف كده هنفعل وضع اللوك ستار، وعندنا هنا الايديت مثلا بتاع اللوك سكرين. هقول لك انت عايز تعمل ايه في اللوك سكرين، وتعمل اوتو لي اوت مثلا. هيعمل لك شويه تغييرات ويقترحها عليك وانت توافق او لا. ممكن تغير الخلفيه، ممكن تغير شكل الساعه. زي ما انتم شايفين عندك هنا اوضاع كتيره جدا متاحه. عندنا هنا الايتمز اللي هنا ممكن نزود ايه ونشيل ايه، يعني تقدر تخصص كل حاجه في شاشه القفل. تاني حاجه عندنا الكويك ستار اللي هي لوحه الوصول السريعه للادوات. تقدر تغير فيها حاجات كتير زي ما انت شايف، تقدر تغير الستايل بتاعها، عندك الوان وعندك سمات كتيره جدا متاحه، وتقدر تعمل كمان سيم خاص بيك من هنا. دوس على علامه البلس وكل ادق حاجه حرفيا ممكن تقدر تغيرها. لو انت مثلا ضغطت على الدايره دي تقدر تغير اللون بتاعها زي ما انتم شايفين، وتقدر تعمل موافق وتحفظه وتنزله كده، وتعمل له اسم كمان وتفضل محتفظ بيه على موبايلك، وممكن كمان تعمل له شير مع المستخدمين التانيين. مش بس عن طريق كويك ستار تقدر تغير الستايل بتاع لوحة الأدوات السريعة، ولكن كمان ممكن تغير حاجات كتيرة جدا في ضبط الساعة. زي ما انت شايف ممكن تخلي الساعة يمين أو تخليها شمال أو تخفيها خالص. بيديك خيارات ممكن تستخدمها، ممكن تحسن بيها من استخدامك للموبايل غير الميزات التانية المتاحة. بس احنا مش عايزين نطول قوي في الفيديو، فمش هنقدر نتكلم عن كل التفاصيل الموجوده، بس هنتكلم بصفه عامه. عندك الكلوك فيس، اظن من الاسم واضح ان انت تقدر تتحكم في شكل الساعه واللي اوت بتاعها والستايل بتاعها عن طريق الكلوك فيس. زي ما انت شايف حاجات كتيره جدا ضخمه متاحه، حاجات بتبقى موجوده تقدر تختارها وتغير عليها او تنشئ حاجه جديده. زي ما انت شايف بكل حاجه موجوده عندك ادوات رهيبه جدا، وعندك حاجات سهل تستخدمها وكمان معتمده من سامسونج. اما بقى في التطبيق اللي جواه اللي اسمه مالتي ستار، دي حاجات ادوات خاصه بالحاجات اللي هي النوتيفيكيشن اللي بتطلع بوب اب، وبالحاجات اللي هي المالتي ويندو اللي تقدر تدخل حاجتين مع بعض في نفس الوقت. زي ما انتم شايفين حاجات كتيره تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. نافي ستار الباك هوم من اسمها واضح قوي ان هي الحاجات بتاعه الجستشر بتاعه الهاندل، الحاجات اللي احنا بنستخدمها زي ما انت شايف دي. تقدر تغير فيها، تقدر تخلي السهم ده شكل تاني، تقدر تخليه شفاف، تقدر تخليه ملون، تقدر تخليه شكله حاجه تانيه خالص. الهوم اب اكيد دي حاجات بتعدل على الوضع بتاع الهوم بتاع الموبايل. الهوم سكرين مثلا ليها ادوات كتيره جدا، تقدر تتحكم في البلور بتاع الخلفيه لما انت تكون بتستخدم كده بتطلع القوائم فوق الخلفيه الرئيسيه. شوف تقدر تتحكم في البلور بتاع الخلفيه. شايف ابسط حاجه ممكن تعدل فيها، يعني انت دلوقتي كانك مطور بتطور في الواجهه على حسب استخدامك ورغبتك. حتى التاسك تشينجر اللي انا كنت دلوقتي بقول لك عليه اللي هو ده، ممكن تخليه الليست زي القديمة اللي احنا كلنا كنا بنستخدمها، ممكن تخليه بشكل طولي، ممكن تخليه حاجات صغيرة. بس انا شايف ان الستاك ده احسن حاجة موجودة. عندك الميني مود، الميني مود ده زي ما انت شايف ممكن تخليها طويلة، ممكن تخليها عن طريق الميني مود زي ما انا كنت عاملها كده عشان الاستخدام بايد واحدة كده اسهل. حتى نوتيفيكيشن التطبيق ده ما سابهاش في حالها. عندك هنا في النوت ستار تقدر تتحكم في النوتيفيكيشن اللي بتظهر عندك على
الموبايل. حتى الروتينز دي موجوده اصلا في الموبايل بتاعك، ولكن دي روتينز بلس، حاجات انت بتقدر تظبطها بحيث ان انت لو عملت حاجه معينه الموبايل يطبق حاجه تانية. زي قاعده اف كده، مثلا دوست على البصمه هيفتح لي الموبايل ويفتح لي مثلا تطبيق الكاميرا معاه. اول ما اوصل البيت ويوصل واي فاي من البيت هيقوم فاتح لي تطبيق معين انا بحب استخدمه اول ما بوصل البيت. وصلت بتاعه الروتينز، وتقدر ان انت تزود روتينز من هنا وتقدر تحفظها. عندنا هنا في الوضع بتاع الفاميلي، عندنا هنا الكيز كيف، دي حاجات خاصة بلوحة المفاتيح. تقدر تظبط لوحة المفاتيح، السمات بتاعتها تقدر تعمل سيم خاص بيك، تقدر تغير الشكل بتاع لوحة المفاتيح. كل زرار حرفيا ليه تعديل وليه لون وليه حركة وليه صوت ممكن تعمله. الستايل بتاعه متاح بكل سهولة، تقدر تزود كل حاجة انت عايزها او تشيل الحاجات اللي مش عاجباك في لوحة المفاتيح. الوندرلاند دي اللي بتقدر تعمل عن طريقها اللايف وول بيبر. ممكن تزود انت هنا خلفية، تعمل خلفيه متحركه، ممكن تغير في التحركات والاوتوميشن بتاعها. هو هنا حاطط لك شويه اقتراحات زي ما انت شايف الخلفيه بتتحرك ازاي، تقدر تعمل واحده زيها. وهنا حاطط لك حاجات ممكن تختار منها. بصراحه روشه جدا الحركه دي. عندنا هنا في السيم بارك، اكيد انت عارف يعني ايه سيم، تقدر تعمل كرييت واحد جديد، تقدر تختار الالوان، تقدر تختار الصور، تقدر تختار من اصغر حاجه لاكبر حاجه تقدر تغيرها، الايقونات، الكيبورد بتاعتك، الصورة بتاعتنا، الفوليوم بانل، حتى الحاجات الصغيرة تقدر تغيرها وتحفظ سيم بتاعك وباسمك. نايس كاتش ده تطبيق زي ما تقول كده هو بيحميك، يعني بيجيب لك كل حاجه تاريخ حصل. ايه التطبيقات مثلا اللي عدلت في الفايبريشن، ايه التطبيقات اللي عدلت في الرنه بتاعه الموبايل بتاعك، ايه التطبيقات اللي دخلت في وضع الاتصال، ايه الحاجات اللي جابت لك اعلانات، ايه الحاجات اللي صحت الشاشه او فتحت الشاشه. زي ما تقول كده هيستوري او ارشيف لكل الحاجات اللي بتحصل عندك، وبتعمل حاجات بيترتب عليها استخدام بيرميشنز في الموبايل بتاعك، تقدر تتحكم فيها وتقفشها عن طريق النايس كاتش. عندنا في وضع متاح الوان هاند اوبريشن بلس، اسمها واضح ان معناها للناس اللي بتستخدم موبايل بايد واحده. بيحط لك شويه ادوات تقدر تساعدك زي ما انت شايف. لو انت بترجع كده جستشرز من هنا او هنا، عايز تحط البتاع هنا فوق، عايز تحطها تحت، انت ازاي بتستخدم موبايلك بايد واحده، بيسهل عليك حاجات كتيره قوي. حتى الالوان والاهتزازات اللي بتنتج عن استخدامك للموبايل بايد واحده بتظهر معاك وتقدر تعدلها من هنا. ساوند اسيستنت، المساعد الصوتي، تقدر عن طريقه تعدل الصوت بتاعك، تتحكم في الاصوات الخاصه بكل تطبيق على حده. تقدر تحط الكونسرت هول زي ما انت شايف، لما تفعلها هيظهر لك الزرار ده، تقدر ان انت عن طريقه تحط هنا الايكولايزر بتاعك. وعندك هنا تقدر تضيف قاعه الاحتفال. كان في ناس متضايقه ان الموبايل مفيش فيه وضع في الايكولايزر بتاعه قاعه الاحتفال او الكونسرت هول، لا موجوده عن طريق الجود لوك، تقدر تتحكم فيها، تقدر تخليها تعرض لك الليفل بتاع الصوت بالنمره، يعني زي ما انت شايف المستوى بتاعك رقمي. وتقدر تخلي هنا الايقونه موجوده او ممكن تخفيها، ممكن تحطها في اي مكان. طبعا عشان ما يبقاش المراجعه طويله علينا مش هنقدر نقول لكم كل تفصيله موجوده في الجود لوك، ولكن هو البرنامج بكل بساطه ابسط ما يمكن تقدر تحمله من على الجالاكسي ستور. تقدر تغير موبايلك بشكل جذري وتخلي الموبايل بتاعك شكله مختلف في حاجات كتيره جدا، في ابسط الحاجات زي ما شفنا. شوف انت ايه بيريحك في الاستخدام وغيره عن طريق الجود لوك. لو عجبك الشرح اعمل لايك واشترك في القناه. دمتم في خير، سلام عليكم.